عمرك حلمت إنك تاخد فلوس من شركات عملاقة زي جوجل وفيسبوك وتويتر؟ ومش أي فلوس، فلوس بشكل قانوني 100%. لو الإجابة يبقى أهلا بيك في عالم صيد الثغرات أو الباج باونتي المثير. بعد ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن أساسيات الأمن السيبراني، جه الوقت اللي نحول فيه الكلام النظري ده لتطبيق عملي. الفيديو ده مش مجرد شرح عادي، لأ، دي خريطة طريقك بالتفصيل. هتاخد إيدك من وانت لسه بتقول يا هادي لحد ما تبقى باحث أمني محترف، أو زي ما بنقول هاكر أخلاقي. يلا بينا؟ طيب، يعني إيه بقى باج باونتي ده؟ بص يا سيدي، بكل بساطة الموضوع عامل زي ما تكون شركة منزلة إعلان وبتقول يا جماعة يا باحثين يا أمنيين في كل حتة في العالم، تعالوا اختبروا الموقع أو التطبيق بتاعي، واللي هيلاقي فيهم ثغرة أمنية بجد ويبلغني بيها بشكل محترم هياخد مكافأة فلوس. الموضوع بسيط اهو. طب ليه الشركات بتعمل كده؟ هم مش عندهم موظفين؟ أكيد عندهم، بس في 3 أسباب مهمة. تنوع العقول. تخيل آلاف العقول من خلفيات مختلفة بتفكر في طرق مختلفة عشان تلاقي الثغرات. أكيد هيلاقوا حاجات الفريق الداخلي ممكن تفوت عليه. التكلفة. الشركة بتدفع بس لما حد يلاقي ثغرة حقيقية، يعني مفيش مرتبات ثابتة لناس ممكن ما تلاقيش حاجة. الأمان الاستباقي، ودي أهم نقطة. الشركة بتعرف نقط ضعفها قبل ما الهاكرز اللي نيتهم وحشة يلاقوها ويستغلوها. ولازم تعرف إن في نوعين من البرامج دي: برامج عامة public، ودي أي حد ممكن يشارك فيها، وبرامج خاصة private، ودي بتحتاج دعوة وغالبا مكافئتها بتكون أعلى والمنافسة عليها أقل. طب أروح فين؟ أشهر المنصات هي HackerOne وباج كراود وإنتجريتي. طيب، هو أنا لازم أكون مبرمج جامد؟ أراهن إن ده أول سؤال جه في بالك، والإجابة اللي تريحك هي لأ، مش لازم تكون عبقري برمجة، بس لازم يكون عندك أساسيات قوية، والأهم رغبة حقيقية إنك تتعلم وتتطور. طيب أنت محتاج إيه بالظبط؟ فهم أساسيات الويب والشبكات. لازم تكون فاهم كويس بروتوكول HTTP، يعني إيه request و response، يعني إيه get و post، وتفهم في ال HTML والجافا سكريبت وال APIs. عقلية المحقق والفضول، دي أهم حاجة. لازم تبقى فضولي طول الوقت، بتسأل نفسك طب إيه اللي هيحصل لو عملت كذا؟ لازم تكون صبور لأنك مش هتلاقي ثغرة من أول يوم، ولازم تتعود تقرأ الدوكيومنتيشن. المهارة دي كنز محدش بياخد باله منه. يلا بينا بقى ندخل في الجد. امسك ورقة وقلم وركز معايا في الخطة دي عشان توصل لأحسن نتيجة. الخطوة الأولى: اتعلم الأول. ابدأ بأشهر 5 ثغرات للمبتدئين: XSS و IDOR و CSRF وتسريب المعلومات والتحكم في الوصول. ما تتشتتش نفسك، عندك كنوز مجانية تتعلم منها زي Portswigger's Web Security Academy و TryHackMe. الخطوة التانية: جهز معملك. نزل نظام تشغيل زي كالي لينكس أو بارت OS على برنامج وهمي زي VirtualBox. صاحبك الأنتيم في الرحلة دي هو برنامج Burp Suite. ونزل كام أداة كده لجمع المعلومات زي SubFinder وأدوات لمسح المحتوى زي FFUF. الخطوة الثالثة: طريقة الشغل بتاعتك. جمع المعلومات ريكون، دي أهم مرحلة، بتجمع كل المعلومات الممكنة عن الهدف بتاعك. المسح والفحص، بتبدأ تستخدم أدواتك عشان تدور على صفحات أو ملفات مخفية. التحديد اليدوي، هنا بقى بتبدأ تتعامل مع الموقع بنفسك وتختبر كل حتة فيه بإيدك. الخطوة الرابعة: اكتب تقرير احترافي. لما تلاقي ثغرة لازم تكتب تقرير شكله محترم، في عنوان واضح ووصف للثغرة وخطوات عشان الشركة تتأكد منها وإثبات إنها شغالة، والأهم تأثيرها إيه. اسمع مني الكلمتين دول وحطهم حلقة في ودنك. الصبر مفتاح الفرج. المجال ده ماراثون مش مسابقة 100 متر. ركز في حاجة واحدة، اختار نوع ثغرة واحدة زي الأكس اس اس مثلا، وافضل ادرسه وجرب فيه لمدة شهر كامل لحد ما تهضمه. تجنب متلازمة المحتال. كلنا بيجيلنا إحساس إننا مش عارفين كفاية أو إننا بنهبد هبدة ده طبيعي جدا وبيحصل لأكبر الخبراء. كمل وما تخافش. أدخل وسط المجتمع. تابع الباحثين الكبار على تويتر واقرأ التقارير اللي بينشروها على HackerOne، هتتعلم منهم أكتر ما تتخيل. أنت دلوقتي في إيدك الخريطة والطريق. يلا بينا بقى من الكلام النظري للتطبيق العملي بقى والسيناريوهات حقيقية. إنك تعرف إن في ثغرة اسمها XSS ده شيء،
وإنك تعرف تدور عليها فين ده شيء تاني خالص. تعال أقولك الهاكر الإخلاقي بيفكر إزاي وهو شغال. سيناريو 1، بتختبر مربع البحث في موقع. الثغرة المحتملة Reflected XSS. هتفكر إزاي؟ مربع البحث ده بياخد مني كلام ويطلعه في الصفحة اللي بعدها. يا ترى الموقع بينظف الكلام اللي أنا بكتبه ده ولا بيعرضه زي ما هو؟ هتعمل إيه؟ جرب تكتب كود HTML بسيط زي بارز تيست. لو الكلمة ظهرت بخط عريض دي علامة حلوة. بعدها على طول جرب كود XSS بسيط زي سكريبت alert test. لو طلع لك رسالة تنبيه مبروك انت لقيت ثغرة. سيناريو 2، بتختبر صفحة البروفايل أو إعدادات الحساب. الثغرات المحتملة stored XSS أو IDOR. هتفكر في ال IDOR إزاي؟ طيب أنا دلوقتي فاتح حسابي واللينك بتاع الإعدادات فيه رقم ال ID بتاعي زي user ID equals 123. طب إيه اللي هيحصل لو غيرت الرقم ده ل 124؟ هل هقدر أشوف إعدادات واحد غيري؟ هتعمل إيه؟ افتح حسابين في متصفحين مختلفين. من الحساب الأول روح على الإعدادات وانسخ اللينك. روح للحساب التاني وحط اللينك ده وغير الاي دي. لو قدرت تشوف بيانات مستخدم تاني تبقى دي ثغرة IDOR خطيرة جدا. سيناريو 3، بتبص على ملفات الجافا سكريبت. الثغرة المحتملة تسريب معلومات حساسة. هتفكر ازاي؟ أوقات المبرمجين بينسوا معلومات مهمة في ملفات الجافا سكريبت بالغلط. هتعمل ايه؟ افتح الديفلوبر تولز في المتصفح بتاعك أو دوس F12 وروح على قسم السورسز. ابدأ بص على الملفات دي ودور Ctrl F على كلمات زي API Key, Secret, Admin, Password. ممكن تلاقي كنوز مستخبية. مبروك لقيت أول ثغرة. إيه بقى اللي بعد كده؟ لما تلاقي أول ثغرة دي مجرد البداية. تعال أقولك إزاي تحول الهواية دي لشغلانة بجد. التعامل مع الردود. هتجيلك ردود مختلفة على تقاريرك. ممكن يقولولك Duplicate يعني حد لقاها قبلك. ما تزعلش، ده معناه إنك ماشي صح بس محتاج تبقى أسرع. أو Not Applicable يعني مش معتبرينها ثغرة. حاول تفهم منهم ليه عشان تتعلم. ابني سمعتك. كل ثغرة بتلاقيها بتديلك نقط على المنصات دي. سمعتك لما بتزيد بتجيلك دعوات لبرامج خاصة يعني فلوس أكتر ومنافسة أقل. انشر تقاريرك بعد ما تاخد إذن، ده بيبني اسمك في المجال. التخصص هو سر التميز. مع الوقت هتلاقي نفسك بتحب نوع معين من الثغرات. ركز فيه واتقنه. مش لازم تبقى حريف في كل حاجة. من هاوي لوظيفة أحلامك. صدقني بروفايلك على هاكر وان أو باك كراود أقوى من أي شهادة. ده إثبات عملي على مهاراتك. شركات كتير بتوظف الناس من المنصات دي على طول. حط لينك بروفايلك في السي في بتاعك وفي حسابك على لينكد إن. رحلة الباج باونتي طويلة ومليانة تحديات بس صدقني مجزية جدا. كل خبير كان في يوم من الأيام مبتدئ زيك. ابدأ النهاردة، خد أول خطوة، خليك فضولي، اتعلم كل يوم حاجة جديدة، والأهم من كل ده اوعى تستسلم. ودلوقتي عايز أسمع منكم في التعليقات إيه هي أول أداة أو تقنية اتكلمنا عنها في الفيديو ده ومتحمس إنك تجربها بنفسك؟ مستني تعليقاتكم وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا فيديوهات أكتر زي دي. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.